السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة التانية من برنامج رمضان في بيوتنا. الحلقة هتكون بإزاي نخلي الصيام سهل على أولادنا. في البداية لازم نفتكر دايما إن الصوم مش بس مجرد امتناع عن الأكل، بل هو درس في الصبر والتحمل. إزاي نساعد أطفالنا إنهم يحبوه بدل من نخليهم يشعروا إن هو عبء عليهم. طيب إزاي نعمل كده؟ أول حاجة لازم نبدأ بالتدريج مع أولادنا، يعني ما نخليهمش يصوموا اليوم بكله من البداية، نخليه يصوم حبة صغيرين على حسب عمره وعلى حسب قدراته. تاني حاجة إن نخلي الصيام ممتع، نحفزهم بمكافآت صغيرة، نديهم جدول متابعة، نعملهم جدول متابعة فيه نجوم، نقطة لكل يوم يصوموها وهكذا. تالت حاجة نشرح لهم معنى الصوم، نستخدم قصص صغيرة من السيرة النبوية تبين لهم ازاي الصحابة كانوا بيصوموا، ازاي الصحابة الصغيرين كانوا بيصوموا. رابع حاجة نوفر لهم أنشطة مسلية، نخلي يقعدوا يرسموا، نخليهم يقروا قصص إسلامية، نشاركهم في تحضير الفطار والسحور، نخليهم يشاركوا معانا عشان ما يزهقوش. خامس حاجة خليك قدوة ليهم. الأطفال دايما بيتعلموا بإن هما بيشوفوا اللي قدامهم بيعملوا إزاي، فلو لقوك بتستمتع بالصيام والعبادة هيبتدوا يقلدوك في كده. في النهاية الصيام دي حاجة جميلة جدا وتجربة ممتعة جدا، لو حببناها لأطفالنا بالتشجيع والتدريج هيخلوهم يستنوه كل سنة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.